السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأماكن المغلقة أو الأماكن المحصورة هي عبارة عن الأماكن اللي لها وسائل دخول محددة وغير مصممة للعمل أو التواجد بها بصفة مستمرة. في الفيديو ده هنتكلم عن الأماكن المغلقة وإيه المخاطر اللي ممكن تواجهنا فيها. أنا أحمد شعبان ودي قناة سيفتي ستيب. المكان المغلق هو أي مكان حجمه محدود أو ضيق ومش معمول عشان العمال يفضلوا فيه طول الوقت. يعني ده مكان مش مصمم للعمل اليومي، لكن العمال بيدخلوا عشان يعملوا مهام معينة زي الصيانة أو التنظيف. المشكلة إن الأماكن دي بيكون فيها تهوية ضعيفة جدا، وده بيزود مخاطر كتير زي نقص الأكسجين أو تراكم الغازات السامة أو حتى خطر الحريق والانفجارات. أمثلة لأماكن مغلقة: خزانات المياه أو الوقود، الأنفاق أو المواسير الكبيرة، الآبار أو فتحات الصرف الصحي، أفران المصانع، غرف الآلات والمعدات الكبيرة، المصاعد المؤقتة في مواقع الإنشاء. المخاطر اللي ممكن تواجهنا في الأماكن المغلقة: أول حاجة نقص الأكسجين. الأكسجين الطبيعي في الجو بيكون حوالي 20.9%. لو النسبة دي قلت عن 19.5% العمال بيبدأوا يحسوا بتعب وصعوبة في التنفس، ولو قلت عن 16% الشخص ممكن يغمى عليه ويدخل في حالة اختناق. ولو الأكسجين زاد عن 23.5% ده بيخلي المكان عرضة لاشتعال الحرائق بشكل سريع. 2. الغازات السامة. الأماكن المغلقة ممكن يكون فيها غازات سامة زي غاز كبريتيت الهيدروجين H2S، ريحته زي البيض الفاسد. لو عدى 10 جزء من مليون BPM ممكن يسبب تهيج للعين والجهاز التنفسي، ولو النسبة عدت 100 BPM ممكن يكون قاتل في دقايق. غاز ثاني أكسيد الكربون CO2 ده غاز بيتجمع في الأنشطة الصناعية أو التفاعلات الكيميائية. لو النسبة زادت عن 0.5% العمال هيحسوا بتعب ودوخة، ولو عدت 5% الموضوع بيكون خطر على حياتهم. غاز الميثان CH4 ده غاز ملهوش ريحة أو لون، لكن المشكلة إن ممكن يسبب انفجار لو نسبته في الجو عدت 5% أو 15%. 3. خطر الحريق والانفجارات. لو المكان فيه مواد أو غازات قبل الاشتعال مع وجود أي شرارة صغيرة أو حرارة ممكن يخلي المكان ينفجر أو يولع في لحظات. 4. صعوبة الخروج. علشان المكان بيبقى ضيق الخروج منه وقت الطوارئ بيكون صعب جدا، وده بيزود خطر الإصابة أو الوفاة في حالة حدوث أي مشكلة. إيه اللي نقدر نعمله علشان نأمن المكان المغلق؟ هل من الممكن استبدال العمالة بالتكنولوجيا؟ في بعض الأحيان بنحاول نستخدم التكنولوجيا علشان نقلل دخول العنصر البشري في الأماكن الخطرة. استخدام الروبوتات في أعمال معينة زي التفتيش، التنظيف، ممكن نستخدم فيه روبوتات صغيرة مزودة بكاميرات وأجهزة استشعار. الروبوتات دي بتدخل المكان تجمع البيانات من غير ما نضطر ندخل أي عامل. أدوات التحكم عن بعد. في بعض المهام زي تشغيل أو إيقاف الماكينات والمعدات ممكن نتحكم فيها من بره المكان باستخدام أجهزة تحكم إلكترونية، لكن لسه في أعمال معينة بنحتاج ندخل فيها العنصر البشري لأن الروبوتات مش بتقدر تنفذها بنفس الدقة أو الكفاءة. طيب، لو احتاجنا ندخل العنصر البشري لازم ناخد الأمر بعين الاعتبار ونبدأ بأول حاجة. أول حاجة معانا اختبار الجو. قبل الدخول، قبل ما أي عامل يدخل المكان المغلق لازم بنستخدم أجهزة لقياس نسبة الأكسجين والغازات اللي ممكونة. لو في أي خطر لازم المكان يكون فيه تهوية كويسة جدا قبل ما حد يدخل. 2. التصاريح المطلوب. قبل ما حد بيشتغل في المكان المغلق لازم يتم إصدار تصريح دخول للمكان المغلق. التصريح ده لازم يكون فيه تقييم كل المخاطر اللي ممكن تواجه العامل، تأكيد إن تم اختبار الجو والمكان آمن، كل المعدات اللي العمال هيحتاجوها للحماية، توقيع من المسؤول عن السلامة ومدير العمل، تأكيد على إن الشغل هيتم بأمان، أسماء الناس اللي هتباشر العمل في الداخل. 3. استخدام معدات الحماية الشخصية. أجهزة التنفس الذاتية SCBA دي بنستخدمها لو مستوى الأكسجين قليل أو في غازات سامة وبتوفر هواء نقي للعمال. أحزمة الأمان والإحبال. العمال لازم يكونوا مربوطين جدا بحبال عشان لو حصل أي طارئ نقدر نطلعهم بسرعة وأمان. بدل الحماية الكاملة.
لو المكان فيه مواد كيميائية خطيرة أو غازات سامة، العمال لازم يلبسوا بدل كاملة عشان تحميهم من أي تلامس مع المواد الخطرة. 4. وجود مراقب بره المكان. مهم جدا إن يكون في حد واقف بره المكان بيتابع العمال جوه ويكون على اتصال بيهم، سواء بالتواصل المباشر أو من خلال أجهزة اتصال. الشخص ده لازم يكون جاهز للتصرف في أي لحظة لو حصل طارئ، ولازم يكون متفرغ لده بس. 5. معدات الإنقاذ في حالة الطوارئ. أنظمة الإنقاذ الثلاثية ده بنستخدمها في الأماكن اللي العمال بينزلوا فيها بشكل عمودي زي الآبار أو فتحات العميقة، وبتساعد عملية سحبهم للخارج بسرعة. أجهزة قياس الغاز المحمولة. العمال لازم يكون معاهم أجهزة بتقيس باستمرار مستوى الأكسجين والغازات السامة طول ما هم في المكان. 6. تهوية المكان. لو المكان مش فيه تهوية طبيعية كافية، بنركب أنظمة تهوية صناعية لضخ الهواء النقي وتقليل تركيز الغازات الضارة. تأمين المكان. وضع حواجز تحذيرية. لازم نحط علامات وحواجز حوالين المكان عشان محدش يدخل إلا الأشخاص المصرح ليهم بالدخول. طيب ده بالنسبة للدخول. طب عند الخروج لازم نتأكد إن العمال خارجين بسلام وفي توقيت محدد مسبق. تسجيل أي ملاحظات أو مشاكل واجهت الفريق أثناء العمل. التأكد من إيقاف تشغيل أي معدات أو أجهزة داخل المكان. إغلاق أي فتحات غير مستخدمة. لازم نتأكد إن كل الفتحات اللي ملهاش أي استخدام في الوقت ده متقفلة كويس جدا عشان ما يدخلش منها غازات أو مواد خطرة. الخلاصة: الأماكن المغلقة بتكون خطيرة جدا لو ما تمش التعامل معاها بشكل صحيح، باستخدام أدوات الحماية الشخصية واختبار الجو قبل الدخول وتوفير خطط إنقاذ محكمة. نقدر نحمي العمال من المخاطر اللي ممكن تواجههم ونقلل من فرص وقوع الحوادث. نصيحة أخيرة: الأماكن المغلقة بطبيعتها مليانة مخاطر، ومهما كان العمل فيها مهم، حياتك وسلامتك أهم بكتير. اتأكد دايما إنك ملتزم بكل إجراءات السلامة، وتأكد إن كل حاجة زي أجهزة قياس الغاز ومعدات الحماية وتصريح الدخول شغالة ومفعلة بشكل صحيح. اوعى تستعجل في أي خطوة، لأن خطأ صغير ممكن يكلفك كتير. خلي دايما أولوياتك سلامتك وسلامة زمايلك، وافتكر إن الرجوع لبيتك ولعيلتك بأمان هو أكبر نجاح ممكن تحققه. السلام عليكم. Safety Step Channel. Let's keep safety first, one step at a time.